بدلة حمراء ونفس مكسورة دائما كيكون المحكوم عليهم بالإعدام داخل الزنازين ديالهم اللي كتكون ضيقة. ليلهم كيف نهارهم ما عندهمش أمان نهائيا في النجاة من مصير محتوم. كابوس واحد كيطاردهم في كل ليلة وما كيشوفوش غيره هو حبل المشنقة اللي كيدلى من سقف حجرة الإعدام. كنا كنقولوا أن المحكوم عليهم بالإعدام هم مجرمون كيستحقوا هذا المصير وما كيستحقوش أي تعاطف من عند شي واحد، وهذا صحيح. ولكن اشنو غادي نقولوا على الأبرياء اللي ما داروا حتى شي حاجة وساقتهم الظروف لهذا المصير وكينتظروا معجزة إلهية للنجاة من موت حتمي؟ وفي حالات قليلة كتحقق المعجزة وكيتم إنقاذهم في اللحظات الأخيرة من حبل العشماوي. قصص وحكايات واقعية أغرب من الخيال اللي محكوم عليهم بالإعدام ظهرت براءتهم وخلعوا البدلة الحمراء وعادوا للحياة. هؤلاء هم العائدون من الموت. فهذا النهار غادي نحكي لكم واحد قصة اللي كتقشعر لها الأبدان. فتاة اللي تقتلات وبريء اللي كان غادي ينعدم لولا عدالة الله سبحانه وتعالى. قصة اللي كتمثل حقيقة الحياة اللي فيها ناس ضميرهم مات ديما كينصروا الباطل على الحق وكيتمسكوا بهذه الدنيا الزائفة، وناس اللي ضميرهم مازال حي وكيتقاتلوا من أجل نصرة الحق، وفي الأخير لا يصح إلا الصحيح وكتبقى كلمة الله هي العليا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة. قضية اليوم غادي تاخدنا لمصر. تفاصيل القضية غادي تبدا نهار 22 ماي 2013 ملي سمعوا أهل القرية لغوات من واحد الدار من بعد ما لقاو جثة ديال زوجة مقتولة داخل الشقة ديالها. جريمة اللي أثارت الرعب والخوف في أهل القرية. الزوجة كانت حامل وكانت على وشك الولادة. سميتها خلود، عمرها 18 سنة، متزوجة ماشي لمدة كبيرة من ولد عمها اللي كان مسافر للخارج، وكانت هي عايشة مع العائلة ديالو، هما في الدور الأول وهي في الدور الثاني. خلود كانت مازال كتقرا في الثانوي، ويوم الجريمة رجعت من الامتحان وكانت كتحس بالعيا شوية. هضرت مع راجلها وقالت لي خليني نمشي لدارنا نجلس معاهم شوية، ولكن هو ما بغاش واضطرت انها تمشي لدارها. ولكن ملي دخلت للدار ما غاديش تعاود تخرج. غادي ترجع خلود للدار وفجأة غادي يقتحم الشقة ديالها جوج ديال الاشخاص اللي تجردوا من كل معاني الانسانيه والرحمه. بغاو يعتديوا عليها ولكن قاومتهم، وكان الجزاء ديالها هو القتل بدم بارد، حيث الجاني ضربها بعصا على راسها وخنقها بالسلك، وفي النهاية طعنها بسكين واعتدى عليها جوج ديال المرات وهي ميتة، وخلوها طيحة وغارقة في دمايتها وهربوا. خلود ما نزلتش باش تعشى مع العجوزة ديالها، طلعت كتعيط عليها ولكن ما كتجاوبش، خلاتها قالت خليها ترتاح وفي الصباح راه غادي تنزل. في الصباح كذلك خلود ما نزلاتش، داكشي علاش طلعوا كيعيطوا عليها تاني ما حلتش لهم الباب، واضطروا انهم يهرسوا باب الشقة. ومن يدخلوا غادي يلقاو واحد المنظر اللي عمرهم يتخيلوه. هما كانوا كيقولوا بانها انتحرات، خلود انتحرات، ولكن الشرطة غادي تقول ان هذه جريمة قتل. تم تشكيل فرق بحث كبيرة باش يحلوا لغز هذه القضية، حتى تمكنوا من القبض على شقيق زوج خلود الصغير واللي سميتو حمدي، من بعد ما لقاو واحد البصمة ديال يديه في مكان الحادث. حمدي من اول استجواب غادي يعترف بالجريمة وغادي يقول ان هذه الجريمة دارها هو واحد الشخص واحد اخر. هذا المتهم الثاني سميتو احمد وهو بطل القصة ديالنا اللي تظلم ودخل السجن بدل من المتهم الحقيقي، ولكن عدالة الله نصفاته وخدا البراءة ديالو من بعد 6 سنين في السجن. أحمد كان إنسان بسيط من عائلة بسيطة كيعيش في واحد البيت صغير في الريف، مزوج وعنده 2 أولاد. كان موظف في شركة ومن بعد قرر أنه يخدم كهربائي من أجل توفير لقمة العيش. حياته كانت هادئة، ما كانش عنده أعداء، الناس كلهم كيشهدوا بالأخلاق ديالو وحسن السيرة. كان حلمه أنه يعيش بهدوء وسلام، ولكن شاءت الأقدار أن اسمه غادي تذكر في هذه القضية.
ديال خلود من بعد ما اتهموا حمدي أنه هو اللي قتل خلود. أحمد كان مثله مثل غيره من أهل القرية اللي سمعوا على مقتل خلود، لكن الغريب أنه من بعد 10 أيام على القضية وملي كان أحمد غادي للعمل ديالو لقى رجال الشرطة في انتظاره، لقاو القبض عليه وما كان حتى عارف علاش. وملي وصل لقسم الشرطة غادي يلقى حمدي اللي بلغ بأن أحمد هو شريكه. أحمد بقى مصدوم وهو كيسمع اعترافات حمدي، بدا كيغوت وكيقول أنا بريء، حيت حمدي قال لهم بأنه كانت عنده علاقة شادة مع أحمد. ومن بعد أحمد غادي يشوف خلود وغيقول ليه عجباتني وبغيتها. حمدي غادي يقول ليه لا، ولكن غادي يقول ليه الا ما قبلتيش الشرط ديالي غادي نفضحك بالعلاقة الشادة اللي بيني وبينك. داكشي علاش لبى ليه كاع داكشي اللي بغا. قدام هاد الاعترافات الخطيرة أحمد فقط بقى كيغوت وكيقول أنا بريء أنا بريء، ولكن حتى واحد ما سمع ليه، حتى جا الحكم القاسي بالإعدام واللي كان في 8 سبتمبر 2015. وبدأ أحمد مشوار جديد في حياته بالبدلة الحمراء وانتظار تنفيذ الحكم في أي لحظة. 6 أعوام كان أحمد فيها كيحن لزمن الحرية وكيتشوق باش يشوف ولادو اللي كيكبروا بعيد على عينيه، كيتشوق أنه يشوف الأهل والأقارب. 6 أعوام وأحمد كيصرخ أنا بريء وما فقدش الأمل في الله. دعواته كانت ما كتنقاطعش لا ليل لا نهار، وكان القرآن هو المتنفس الوحيد ديالو. في الوقت اللي كان أحمد كينتظر تنفيذ حكم الإعدام كان شخص واحد من عائلته اللي كان مؤمن بالبراءة ديالو بحال جميع الناس. هذا الشخص كان كيعرف واحد المحامي اللي سميته أسامة الجمال. بقى هذا الشخص كيطلب في داك المحامي باش يشوف غير الملف ديال أحمد. هذا المحامي كغيره من المحاميين في مصر ما بغاش نهائيا يدخل في هذه القضية، حيت حتى شي محامي ما بغى يدافع على أحمد بحكم الجريمة، بحكم بشاعة الجريمة والمقتل ديال خلود اللي ما كان عنده حتى شي ذنب. المهم هذاك الشخص بقى كيزن على هذاك المحامي حتى غادي يقبل باش يقرا الملف ديال القضية. ملي قرا الملف كيتفاجأ هذا المحامي بأنه ما كايناش شي حاجة أخرى كدين أحمد من غير الاعتراف ديال حمدي. المحامي دخلو الشك وقال ربما هذا الشخص يكون فعلا بريء، وغادي تولى هذه القضية وغادي يدير البحث اللي ما داروش الشرطة، لأن الشرطة فقط استندات على الاعتراف ديال حمدي وعلى الجريمتين اللي بشعتين اللي من المفروض أن أحمد دارهم. داكشي علاش تحكم بالإعدام بدون ما يديروا الأدلة، بدون ما يديروا ADN، بدون ما يديروا حتى شي حاجة. حتى الناس ما مشوش تسولوا الناس السلوك ديال حمدي والسلوك ديال أحمد. هاد الحوايج هادو المحامي اللي غادي يديرهم. ملي خدا المحامي أسامة الجمل القضية غادي يمشي للقرية وغادي يبدا يسول على العائلة ديال زوج خلود، وغادي يتفاجأ ملي غادي يسمع أن العائلة ديال زوج خلود ما حضروش الجنازة ديالها، وهذا الشيء هو اللي ماشي منطقي نهائيا. وعرف كذلك أن أخ زوج خلود كان هو أول واحد خطبها، ولكن ما بغاوش يزوجوها ليه حيت السلوك ديالو غير مضبوط. وعرف كذلك من الناس أن خلود كانت دائما كتشكى من أخ الزوج ديالها الكبير حيت كان ديما كيتبسل عليها، حين أنه من يبدا كيسول على أحمد لقى كل شي الناس كتشكر فيه وكيقولوا مستحيل يدير هاد الجريمة. المحامي قدم التماس للمحكمة وتم فتح القضية من جديد نظرا لنقص الأدلة، وفعلا غادي يتحل هذا الملف وغادي يتعاود التحقيق مع حمدي اللي غادي يغير بزاف ديال الحقائق، لانه دازت على هذه الجريمه 6 سنين. بطبيعه الحال نسى بزاف ديال الحوايج في التحقيق. وكذلك غادي يدار واحد البرنامج اللي كبير كيدار في مصر واللي غادي يدير مواجهه ما بين احمد وحمدي. الصحفي في هذا اللقاء غادي يكون متحيز لجهه حمدي، في حين غادي يضغط على أحمد وما غاديش يخليه حتى يقول ويكمل هضرته. طلعنا يوم الخميس قال لي زق الباب، زقته ما اتفتحش، جا زق هو فتحه اللي هو سقط اللي البنت اللي جا هو ما يجي يشد كده السلك، السكينه مسكت فين؟ مسكت في السلك او اللي بتتخانق. ناخد الدب بتاع مرات اخوك
ونسيبه. الكهرباء دي يعرف مرات اخوك منين؟ ما شغال جوه البيت فتره وعارف وهي نازله وطالعه. يمكن بيشوفها. تعرفوا مين ده؟ تعرفوا مين ده؟ بيقول ما يعرفنيش. ده هو اسمه احمد محمد محمود. شغال جبال. تعرفوا من قبل الشغل ولا في اثناء الشغل؟ لا، في اثناء الشغل. المهم ملي دار هذا اللقاء الناس كلها تعاطفت مع احمد وحسوا بان حمدي كيكذب، وخصوصا ملي قال الاسم الرباعي ديال احمد. ما كاينش شي واحد نهائيا كيعرف، حتى لو يكون صديقك، يعني صديقك انتيم ديالك، ما تقدرش تعرف الاسم الرباعي ديالو، فهو عارف الاسم الرباعي وما نساش عليه ديال احمد. المهم كيف ما قلت لكم الصحافي كان متعاطف بزاف مع حمدي وما خلاش احمد حتى يهضر ولا يكمل هضرته، حيت الولد كيف ما قلت لكم في الاول كان تيقول ان احمد مارس معاه علاقه شاده، ومن بعد مني شاف خلود قال ليه راه بغيتها، وهو يعني سهل ليه الطريق رغم انه ما كانش باغي، ولكن احمد كان تيهددو انه يفضحو ديك العلاقه اللي داروا بجوج. المهم الشرطه من بعد ما شافت هذا اللقاء وشافت يعني بزاف ديال الثغرات اللي فيه، ومن بعد ما تحقيقات كذلك بينات ان حمدي نسى بزاف ديال الحوايج وغير بزاف ديال الاقوال، غادي يضيقوا عليه الخناق وغادي يزيروه مزيان كيف ما تنقولوا، وغادي يعترف ليهم بكل شيء اللي وقع. كل الاحداث اللي قالها حمدي هي فعلا وقعات، ولكن المتهم الثاني كان ماشي احمد ولكن كان خو حمدي الكبير، هو اللي قتل خلود، والعائله كلها كانت عارفه، وهم اللي قالوا لحمدي باش يقول هاد الهضره، وهم كانوا باغيين يبينوا ان الموضوع هو انتحار، لكن ملي الشرطه قالت انها جريمه قتل كانوا غادي يتعرفوا. مشاو عند واحد المحامي اللي ضميره ميت، وهو اللي الف ليهم هاد السيناريو اللي قالوا، وباش يزيد يحبك القضيه قال لهم خاص حمدي يقول بانه كان بينه وبين احمد علاقه شاده، باش كل شيء بقى مركز على الجرم اللي دار احمد، وينساو الدلائل وينساو الحوايج الاخرين. وقال لهم بان حمدي مازال طفل قاصر عنده 14 سنه، فما غاديش يتحكم نهائيا بالاعدام، غادي ياخذ ليه شي سنه ولا سنتين في الاصلاحيه وغادي يخرج. الشرطه من يسمعوا هذا الاعتراف غادي يجيبوا الاخ الكبير ديال حمدي وغادي يستجوبوه حتى هو، وحتى هو غادي يعترف، وغادي يشدوا العائله كامله. احمد اللي كان كيتسنى تنفيذ حكم الاعدام غادي يتحكم بالبراءه في 2020 من نفس المحكمه اللي حكمت عليه بالاعدام. هاد القصه كتبين ان الظلم مهما طال النصر غادي يجي، قصة كتبين هشاشة القضاء وغباء المحققين اللي مركزوش على الأدلة. كان دليل بسيط غادي يقلب القضية من الأول وغادي يعرفوا المجرم من الأول، هو تحليل الADN. كون خداو الADN ديال أحمد وقارنوه مع الADN اللي غادي يلقاو في الضحية فأكيد ما غاديش يكون هو، ولكن ما عرفتش على الشرطة ما دارتش هاد الخطوة، وفقط يعني سدوا الملف بأقصى سرعة وقالوا بأن أحمد هو المجرم. الحمد لله اللي أظهر الحق ونصر عبد المظلوم. شكرا لكم. القصة ديالنا غادي تسالي هنا، ما تنسوش ديروا لايك واشتراك. إلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.